النهاردة أنا جاي أجيب لك من الآخر المجال المطلوب الأول في مجال الجرافيك، شغل السوشيال ميديا. أنا لخصته لك في درس واحد، وهخليك تعمل تصميمات وحملات زي اللي قدامك دي في ثواني. بس عندي طلب صغير، رجاء كمان مرة ركز معايا في الدرس وكمله للآخر، علشان ما تكتبليش في التعليقات وتقول لي مفيش حاجة بتطلع كويسة أو تتهمني بالكذب. سلامي وتحياتي ليكم جميعا، معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا بينا نبدأ. بداية كده أنا قسمت لكم البرومبت اللي هنستخدمه لجزئين. الأول لو أنت بتعمل شغل لمجال معين، مثلا عيادات طبية، حملات إعلانية وغيرها من المجالات. والتاني لو أنت بتعمل إعلان لمنتج خاص، مثلا قهوة، كريمات، منتجات وسلع وغيرها من المنتجات. إن شاء الله الاتنين هضمهم في ملف واحد وارفعه بنفس الشكل كده والترتيب على جوجل درايف، علشان لاحظت كتير في التعليقات إن البرومبت مش بيتنسخ على اليوتيوب. ما تنساش تسيب لي تعليق أسفل الفيديو علشان أبعت لك الرابط. نرجع لشرح البرومبت، وزي ما اتعودنا اللي شايفينه قدامكم ده خلاصة الكلام وزتونة الموضوع. نطبق الأول على البرومبت الخاص لتصميمات السوشيال ميديا لمجال مخصص. هنكتب هنا اسم المجال، مثلا التسوق عبر الإنترنت. تحتها على طول هنكتب وصف المجال، التسوق بطريقة أسهل وأسرع عبر الإنترنت. وإيه رأيكم لو نخليه إعلان خليجي؟ هنيجي بعدين نكتب العنوان الرئيسي، ليش تطلع؟ صارت أسهل. وانت براحتك هنا لو عايز العنوان عربي وإنجليزي، بس أنا هخليه عربي بس. ومن تحت هنا هكتب العنوان الفرعي، مثلا تسوق وانت بمكانك. وهتيجي من تحت وتكتب وسائل التواصل، سواء رقم تليفون أو عنوان أو صفحات حسب الإعلان اللي معاك. طبعا لو في شعار معاك بترفعه مع البرومبت. وبس كده، مش هتعمل حاجة تانية. هتاخد البرومبت كوبي وتروح على موقع arena.ai، وهنشتغل على أحدث موديلين حاليا، نانو بنانا 2 وموديل جي بي تي ام 2. هتضيف البرومبت بالأسفل وننتظر النتائج. ودي كانت أول نتيجة معانا من موديل نانو بنانا 2. بصوا كده على الجمال والتناسق والألوان. طب بصوا على النتيجة التانية من موديل جي بي تي ام 2، حاجة آخر روقان. بس بصراحة موديل نانو بنانا 2 يكسب الجولة دي. طب يلا نرفع الليفل لفوق ونعمل حملة كاملة. تعال أقولك إزاي. هنرجع لنفس البرومبت، بس هروح أضيف عليه السطر ده وانسخه مرة كمان، واروح أضيفه على الموقع وانتظر شوية النتائج. بصوا كده على أول نتيجة معانا، بصراحة كده مش أحسن حاجة. أيوة كده، هو ده الكلام. موديل جي بي تي ايمج 2 عدى الحدود، تناسق وتنوع في الأفكار. طيب يلا نجرب البرومبت التاني الخاص بالمنتجات. مش هتتعب كتير، كل اللي عليك هتكتب اسم المنتج أو الإعلان، وهتيجي تحت وتكتب العنوان الرئيسي للإعلان، وأنا هخليه عربي بس. بعدين هكتب العنوان الفرعي. طبعا أنا بكتب أي كلام علشان بس أوضح لك النتيجة. الإعلان ده أنا هعمله للقهوة، وهكتب من تحت وسائل التواصل. وبس كده، مش هتعمل حاجة تانية. هتنسخ البرومبت وتروح على الموقع ونضيفه هنا. بعدين بنروح نجيب صورة للمنتج اللي هنطبق عليه الإعلان. أنا اخترت حاجة زي كده، بنسخها وأضيفها مع البرومبت وننتظر النتائج. بصوا كده على الجمدان، شايفين حول صورة المنتج لإعلان إزاي في ثواني؟ طب شوفوا كده موديل جي بي تي ايمج 2 خلصت فيه كل الكلام يا ابني. طب يلا نحول البرومبت لحملة كاملة. هنضيف السطر ده للبرومبت زي ما عملنا في اللي قبله، ونشوف ايه النتيجة. هناخد نفس الصورة ونضيفها مع البرومبت وانتظر واشوف ايه النتائج. بصوا كده وشوفوا الحلاوة. أنا بصراحة مش هتكلم، فصمته في حرم الجمال جماله. شايفين الإبداع والجمال؟ أنا النتائج دي أول مرة أشوفها معاكم، يعني جربت حاجات بسيطة الأول وبعدين دخلت في تسجيل الدرس على طول. طب إيه رأيكم لو نجرب منتج تاني علشان بس تتأكدوا إن البرومبت شغال مع أي حاجة؟ هنختار مثلا منتج زي التونة. هاخد الصورة كوبي وارفعها مع نفس البرومبت، بس هغير فيه البيانات حسب المنتج اللي معايا وانسخه واضيفه على الموقع وانتظر شوية النتائج. بس الموقع هنا حصل معاه مشكلة، بيقول لي افتح صفحة جديدة. مش مشكلة يا عم، افتح لك صفحة جديدة من عيوني واسيبه لحد ما يحمل. بس تعال اقول لكم على موقع لسه جديد، لبنة دوت كوم. هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. بيديك احدث الموديلات بشكل مجاني. هنجرب عليه نفس البرومبت ونشوف ايه النتيجة.
نرجع ونشوف موقع arena.ai. شايفين الحلاوة والجمال؟ حملة إعلانية كاملة في ثواني. طب بصوا كده على جمال الكلام وأحلى سلام، وأنا مش عارف بقول إيه، بس بصراحة حاجة جامدة. طب تعالوا نشوف الموقع الجديد عمل إيه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله أكبر عليك فعلا، إعلان مفهوش غلطة، بيبيع نفسه. طب تعالوا نرجع للبرومبت الخاص بالمجالات ونعمل حاجة هي الأشهر والأقوى في إعلانات السوشيال ميديا، وهو المجال الطبي. هنعمل حملة لعيادة أسنان. هنكتب البيانات والعنوان الرئيسي للحملة، وهنيجي تحت هنا ونكتب كل تصميم عايزينه عن إيه. أنا هكتب مثلا التصميم الأول عن تسوس الأسنان، التصميم الثاني عن زراعة الأسنان، التصميم الثالث عن تقويم الأسنان، التصميم الرابع عن تبييض الأسنان، التصميم الخامس عن حماية الأسنان، التصميم السادس عن نصايح لحماية الأسنان. بعدين بنسخ البرومبت واروح أضيفه على الموقع وانتظر النتائج. ودي كانت أول نتيجة معانا من موديل نانو بنانا 2. جميلة وهادية وألوانها متناسقة وما فيهاش زحمة، بس الصراحة في أحسن من كده. هو ده الكلام بقى، حاجة في ليفل السحاب. وبالمناسبة عندي سؤال ليكم، تفتكروا التطور الرهيب ده حاجة تخوف فعلا ولا حاجة هتساعدنا في شغلنا وتسهل علينا؟ هنتظر إجابتكم في التعليقات. طيب بصوا كده، والله أنا مش عارف أعلق وأقول إيه تاني. هسيبكم انتوا تحكموا بنفسكم وتقولوا لي على تجربتكم. وفي نهاية الدرس أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تسيبوا لي في التعليقات علشان أبعت لكم البرومبت واللايك الجميل والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.